ايوه مرجان بيه، سعادتك فين؟ اصل في لجنه طبت على الشركه بتراجع على اوراقنا ودفاترنا. فين اذون الاستيراد المال بتاعت مصنع الحديد؟ حضرتك سعادتك ثانيه واحده، كل حاجه موجوده حضرتك، كل حاجه موجوده. لا اسمه الجداوي حضرتك. لا شكله ماسك جديد وشهاده غرباله علينا جامد. لا ده بالذات ملوش ديه حضرتك، بس دخلته كده مش حلوه. اهلا بالاستاذ جداوي. اهلا ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل، ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا، انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه؟ مصانع مرجان بتاعت سيادتك انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا جداوي بيه، معلش بقى العتب على النظر. اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصله مش مظبوط، التكييف عندي احسن. اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا استاذ. اتفضل يا استاذ. هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل، انا ما بحبش قعده المكاتب. اتفضل هنا. اهلا وسهلا، اهلا بيك. شرفنا حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 و10 يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا ولا حاجه، اصل انا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ في السيده زينب. شلاه ام هاشم. انا دايما اصلي جمعه هناك. بس السيده زينب ده حي جميل، فيه روحانيات كده وحاجه جميله الحقيقه. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ 6. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. 6. لا حول ولا قوة الا بالله. 6 يبقى احنا قلنا كده يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده يبقى ايه؟ 60 و60 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام. والله يا جداوي بيه، والله ولا لك عليا يمين، انا عندي عيلين خاربين بيتي. دلوقتي احنا كمان دول 40 ايوه كده يبقى 40 يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3000 جنيه. معقول؟ 3000 جنيه هيعملوا ايه ولا ايه؟ انا مستعجل. الحكومه دي مش فاهم بتعمل ايه. 3000 هيكفوا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسيادتك حاجه. الوضع ده يا ابني مصروف ايده بس 3000 جنيه. اي والله كده هو ب 3000 جنيه وعلياء 5. قال ايه؟ ايش الكوافير، ايش مش عارف بتعمل ايه، اللي عارف الحاجات بتاعت العيال الصغيرين دول. انا قلت ما انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه. ارجوك يا مرجان بيه، عدي فلوس بعد ما امشي، انا مش عارف اشتغل. انا اسف. هما
ولادك بياخدوا دروس خصوصيه؟ نحلين وبري. مصيبه الدروس الخصوصيه، كارثه والله، كارثه فعلا. دول بقى ايه؟ خمسينات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعه في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطه. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقه عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفاء، ناس محترمين، شركه اقتصاديه محترمه، اوراقها محترمه، مفيش غلطه واحده. يا ريت كل الشركات تحذو هذه الشركه عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربيه الاستاذ عدي الجديده وصلت يا باشا. جبتها له من مصانعنا برضو؟ لا اصله كان عايز يركب عربيه 4x4 حضرتك. خليه يركب وينبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. ما احنا بنشتغل عشان مين؟ عشانهم يا حسن. بس الواد عدي ده مرزق وش السعد. كنت في العراق وام والدته هناك، رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طار بيه، كان يقعد على حجره ويشتكوا، يقول له هلا زباله هلا زباله. الرئيس صدام حسين يقول له هلا زباله هلا زباله. عملنا شويه فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه علياء بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا ده انا كنت في الاردن، امها الله يرحمها جت ولدتها هناك، سميتها علياء. الملكه علياء طارت بيها. اي والله يا حسن، كنت تقعد تشتكي برضه، انت بطاطا انت بطاطا. عملنا برضه شويه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعه سعادتك ما هشكته كله بطاطا كله بطاطا. والمسائل ماشيه معنا ايه فله. وقريب قوي هنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانه بعون الله. ايوه علياء، ايه مالك بتعيطي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اسمه ايه قولي لي؟ بابا انت لازم تجيب لي حقي. اجيب لك حقك ده ايه؟ ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا انكل؟ عميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيرة ايه؟ اختك منهاره موته نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتورة جيهان مراد. مين؟ دكتورة جيهان مراد. مرجان احمد مرجان. بابا يا دكتورة. فرصه سعيده جدا يا دكتوره. يا اهلا وسهلا. بابا ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان انا ابن حلال وام ده عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء اختي. اه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضره. القمر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل. يا اختك اسمها ايه؟ علياء. علياء اه. ما انا ادخلها جامعه محترمه وادفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله وما تنفعيش في اي حاجه؟ ها؟ اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه؟ فاكسل. مايكل يا دكتور. ايه اه. مايكل؟ تاني الدكتور مايكل؟ طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه ما كده حلو؟ قصدي يعني عشان نلحق البنت هناك يعني. انا من بكره هعتصم لهم في الكليه، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. فعلا لازم كلنا نعتصم. هي مش الدكتوره هتعتصم برضه؟ انا هعتصم معاكم. دكتوره ايه دي يا عدي؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن. يعني ايه؟ يعني حضاره. حضاره حضاره. هي فعلا انا اول ما شفتها لقيت عندها خلفيه حضاريه ممتازه. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضاريه حقيقه يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء، ايوه حبيبتي. اهدي احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا قومنا حضرتك من على التنس، تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه يعني.
علياء بنتي من النوع النفساوي شويه، اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه، اروح حاضنها على طول واقعد املسها على شعرها تهدى وتبقى زي الغريبه. انا بديك صوره بس يعني. زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقه ويجيلك رعشه، اروح حاضنك على طول واقعد املس على شعرك، هتلاقي نفسك زي الغريبه بالظبط. عدي بديك صوره يعني. مش بابا يلا. يا ابني بكلم الدكتوره بتاعتك، هي اختك هتطير. Sorry, Dr. Michael. You don't have the right to speak to her that way, even if she has a different opinion from yours. She always disagrees with my opinion. She's a troublemaker. Calm down, please. We are not here to fight. We are here to teach هي students how to الخناقة دي live عشان with إيه؟ us. عشان علياء يابا. امال ما سمعتش يعني هما بيقولوا عليها ولا هي اختك ليها اسم تاني بالانجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No! انت بتقول نو ليه؟ انت مالك انت؟ لما الدكتوره جان بتاعتكوا دي كانت متجوزه مين؟ اتجوزت ايهاب ودي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليل. معقولة يا بابا ما تعرفش ايهاب وجدي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا؟ ليه؟ المايسترو. مايسترو ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده الخشبه كده. ايوه. ده ليه مقطوعات معروفة جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب وجدي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت التاني بعديه. اتجوزت حاتم جمعة. لو كمان تقول لي ما تعرفش حاتم جمعة. ده عارفه بتاع الكوره. بابا حاتم جمعة ده أكبر شاعر في الوطن العربي. اللي زي دي فعلا لازم تتجوز شاعر. هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيدة شعر يا بابا، لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزه شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيدة بعد ما مات، حزينة عليه يعني. هو مات راخر. الناس دي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحده زي دي؟ عارف يا بابا؟ دكتور جيهان النهارده كاتبه مقال في الأهرام مكسر الدنيا. الدكتوره جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين، مش غاويه رجال اعمال. بتشاور عقلك ولا ايه يا مرجان؟ أنت عارف طبعا أنا بحبك وبغير عليك قد إيه، بس بصراحة الوحيدة اللي اتمنيت إن أنت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصيه الدكتوره جيهان تيجي تديها لكم في البيت هنا؟ بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتورة جيهان لما بتسمع الكلمة دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش انتوا، تدينا انا دروس خصوصيه. النهارده هنعمل تجربة ديمقراطية صغيرة قوي. أنا عايزاكم تقولوا رأيكم فيا بمنتهى الصراحة، وتأكدوا إن أنا هقبل آرائكم دي كلها. سوري يا دكتور، ما تزعليش من اللي هقوله يعني. انا شايف ان حضرتك انسانه عصبيه جدا، وساعات بتفقدي اعصابك وما بتعرفيش انت بتقولي ايه. يا دكتورة جيهان انت انسانة متعصبة لرأيك، بتعملي نفسك فري ومتحررة، انما جواكي افكار رجعية. ملابسك يا دكتورة ملابس فاضحة، لا تليق بأستاذة جامعية. وبعدين أنا مطالب إن أنا أغض بصري وفي نفس الوقت أركز مع حضرتك. طب أعمل إيه؟ أفتح عين وأغمض عين؟ تقدري تقولي لي إزاي ممكن تكوني قدوة للطالبات وأنت نفسك متبرجة؟ جرى يا أخ محمود، الكلام اللي أنت بتقوله ده عيب وما يصحش، ده أنت كده بتهين الدكتورة وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا أخت، أولاً أنا ما بتكلمش معاكي، ثانياً الدكتورة فتحت باب المناقشة وأنا من حقي إن أنا أقول رأيي يا إخوانا. دي قلة أدب مش مناقشة. بقول لك إيه يا أخ نادر يا مشخصاتي، خليك أنت يا أخويا في فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا أخ محمود خليك موضوعي شوية، الدكتورة بتقول نتناقش مش نتخانق. وبعدين إيه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي؟ ولا إيه يا جماعة؟ بس كده ما ينفعش. احنا قلنا نتناقش، نسمع بعض. ما هو يعني سيبك من الكلام ده والهرتالة دي، نفضي نفضي. انتي فلة قشطة. الله يخرب بيت الديمقراطيه على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطيه. الجرايد كاتبه لي انا شيخ منصور وحرامي يا حسن. انا شيخ منصور وحرامي؟ لا حاشا لله يا باشا. البلد مش عايزه اللي ينجح فيها، وبعدين هم عندهم اثباتات بالكلام ده. ارفع عليهم قضيه. ما المساله مش محتاجه شوشره يا باشا. شيل خد. اهلا يا اولاد، تعالوا اقعدوا. ايه مالكم؟ وشكم مقلوب كده ليه؟ هو الدكتور ايه قال لي ادب عليك تاني ولا ايه؟ لا يا بابا. في ايه؟ بابا الكلام اللي مكتوب هنا ده مظبوط؟ ايه ده؟ ده جورنال صوت الجامعة بيطلع عندنا في الكلية. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ دكتورة جيهان. ايه حكايه الدكتوره جيهان اللي انتوا قلبين دماغي بيها دي؟ وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي بتشتغل ايه بالظبط؟ بتشتغل مدرسه ولا بتلعب تنس ولا بتتجوز ولا صحفيه؟ اسمعوا يا اولاد، ابوك زي الفل، انا شخص سليم، انا احط صباعي فين اتخن تخين ولا يهمني اي حاجه.
يلا اسبقوا انتوا على البيت واتغدوا، انا لسه قاعد هنا شويه. يلا. صوت الجامعه ناقص، انا صوت الجامعه كمان. واي واحد قاعد فاضي ما وراهوش حاجه معاه ورقه وقلم يقعد يقطع فيا يا حسن. انا بقول يا باشا احنا نلم الموضوع احسن. يعني الناس دول لو جم وشربوا الشاي بالياسمين بتاع سعادتك هنخلص. بعدين انا مش فاهم سعادتك قال لنفسك ليه؟ ما دام مظبط كويس فوق يبقى خلاص. بس اللي فوق مش مضمونين يا حسن. البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. انا هرشح نفسي في مجلس الشعب من أجل الشباب، من أجل الأجيال الجديدة. برشح نفسي إني أكون صوتكم، صوت الشباب اللي أخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل إيه بكرة. من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم إنك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهورية. مش بس تحلم، لا، ده أنت تشتغل وتخطط على كده كمان. أيتها الجماهير العريضة، أيتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من أجلكم أنتم أيها الجماهير العريضة. لماذا جئت؟ إنني أرى جحافل أمامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من أجل مصر وليس من أجل مرجان. وإننا أعاهدكم من الآن أن لكل فرد سوف يكون له فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، 4 أوض وصالة فوق وحمامين، وتحت في أوضة للدادة، وأمام الفيلا في حمام سباحة. من حقكم إن كل مواطن حمام سباحة قدام الفيلا، غير الجنينة اللي فيها الموز والبرتقال واليوستفندي. اليوستفندي مهم للشعب المصري. في جنينة ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم إنكم تاكلوا كنتالوب أيها الجحافل العظيمة. أرجوكم لا داعي للهتافات، ودعونا نعمل في صمت من أجل مصر، من أجل مصر. يا حسن، فين الدايرة وفين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه؟ ده اصل انا واحد مقطوع من شجره. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للاسف في السرادق الثاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق الدكتوره جيهان مراد اللي نازله في الانتخابات قصاد سعادتك. جيهان مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجيهان مراد ومحدش عبرنا انا؟ خصم شهر لكل واحد. هتفرج ان شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي ابني، هو قايل لي انا هجيب صحابه بتوع الجامعه ويجوا. شوفوا ما جاش ليه؟ الاستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ انت مأكد عليها الصبح. اصل هو والانسه علياء في السرادق الثاني. فين؟ في السرادق الثاني سعادتك. بتاع جيهان مراد؟ ايوه. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جيهان مراد؟ ايوه سعادتك. على فين؟ انا رايح عند جيهان مراد. ولا مرجان ولا تردان انتخبوا الدكتوره جيهان. ولا مرجان ولا تردان انتخبوا الدكتوره جيهان بابا. ولا مرجان ولا تردان انتخبوا الدكتوره جيهان بابا. هو ده اللي انت بتعلمه لهم؟ يشتموا ابوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده انا قعدت 50 سنه اشرب سجاير في الحمام عشان ابويا ما يشوفنيش. يجي اليوم انا اشوف ولادي يهزقوني في وسط الناس يا بتاعت الحضاره. بابا اخرسي يا بنت خالص، اخرسي. انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا خوداي ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه. بس ما نروح البيت ليلتكوا سودا النهارده. يلا يا استاذ مرجان، ايوه، لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره؟ اولادك مش اطفال، من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك. يا سلام يا سلام، ودي بخليك انت في حالك، انا هفوق لك بعدين. يلا انت وهي، يلا. انت مش عندنا في الشركه؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي، يلا يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوان بتاعي والفراشه بتاعتي، انتوا عاملين الحفله دي على حسابي كمان؟ ولا مرجانه ولا ترتان انتخبوا الدكتوره جيهان. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي والانسه علياء هنا. انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في انتخابات.
ما تسلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناس انهم ولادي، ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجة الانتخابات فوز مرجان أحمد مرجان بمقعد الدايرة وحصد 22,600 صوت. ازاي؟ ده تزوير! الانتخابات دي مزورة. شوف الواد ابن الكلب بيقول ايه؟ احنا جامدين قوي. هو في انتوا عاملين عزل ايه؟ هي امكم ماتت تاني؟ لا ده عشان دكتور جيهان. ماتت؟ ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات. يعني انتوا زعلانين علشان الدكتوره جيهان سقطت في الانتخابات ومش فرحانين عشان ابوكوا بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي عامله لكم ايه؟ مكرهاكوا فيها ليه؟ لا يا بابا لو سمحت، الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي. القضية مش في الحب خالص. امال قضيه ايه يا ست علياء؟ القضيه يا بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى. بص يا بابا بصراحة احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعارين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي؟ العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني في حبة كلام كده يخصوا ثروتك مشوه صورتك شوية. طيب نقوم نصدق الكلام ده ولا نكدبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزوره. طيب ما هو الشجره المتزهزهه الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجره المثمره يقذفها الناس بالحجاره. ايوه. بص يا بابا هقول لحضرتك على حاجة بصراحة يعني من غير ما تزعل مني. طريقتك في الكلام مع الناس سوقية شوية، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بودنا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤية وعنده بصيرة وعنده ثقافة. يعني هقول لحضرتك على حاجة، دكتور جيهان مثلا. الله يخرب بيت الدكتوره جيهان على اليوم اللي شفنا فيه الدكتوره جيهان. هنشتري 20 زي الدكتوره جيهان دي بفلوس؟ لا يا بابا لو سمحت، لحد هنا الحوار خلص عن اذنك. تعالى هنا رايح فين؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، ولما اتكلم تقف تسمعوني للاخر. حاضر اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص. ايه واقف كده ليه؟ في ايه؟ انا واقف ساعتك بقالي 5 دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف، يعني انا اب زباله. العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض، هو انا طول؟ ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتنسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون. الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير. السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير. الحلزونة انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر. هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهأ ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. والسنونو وادي الحلزونه يبقوا كله على بعضه 35 قصيده، هندفع فيهم 500 جنيه. قلت ايه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، انت كده بتربي زبون. أبيع نفسي لأول مشتر آتي، أبيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوة أوي أبيع نفسي دي،
ناخدها واديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار ابياتي، الشعر شعري والمأساة مأساتي. حلوه قوي برضه فليسقط الشعر دي. احنا ناخدهم الاثنين شروا 75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سناوله؟ عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ ان الرضا في القلب. معروف، مش هنقعد هنا بقى طول الليل. راجع بقى الحلزونه وحساب السحر بقى عندي. الكتاب طلع من المطبعه يا باشا، طباعه زي الفل. هتلاقي كمان في الظهر نبذه مختصره كده عن تاريخك واعمالك. اعمل ايه؟ المصانع والشركات. احنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وبعدين ننزله السوق. لا، احنا نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري الكلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبه. العيال دي بتفهم. الحلزونه جوه؟ موجوده سعادتك. طيب اشتري كل النسخه يا حسن. حاضر سعادتك. دي في حاجه؟ هو في مشكله كده سعادتك. لجنه القيم بتاعت مجلس الشعب بعت انذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعه ما بقيت نائب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسه. الناس بتوع الدايره ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايره عرفوا ازاي انا ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسه. لا، ما انا ممكن احضر وما اطلعش برضه في التلفزيون. الاستاذ ممدوح نصر. مين؟ الاستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين جلسات مجلس الشعب قاعد في مكتبي بره. شرب شاب الياسمين وكيفه قوي يا باشا. سيدي الرئيس، لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن السكوت عنه. إن القطارات التي يذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على مدى الإهمال والتردي الذي وصلت إليه الأمة. هناك حالة من العبث فوضى. ايوه يا حسن، شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بايه. محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدله حلوه هايله، بس سعادتك لو تجيب الكرافته كده شويه كده كويس يا حسن؟ قمر. هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان احمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الاعضاء الموقرين، انا بس عايز ارد على الاخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الايجابيه. من 4 ايام في قطر طلع من الجيزه وصل العياط زي الفل، ما حصلش اي حاجه، والركاب كانوا سعداء، كلهم قعدوا يغنوا الحياه حلوه للي يركبها. الله، واحنا هنقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعه، لا. نيجي لرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه، دوقي دوقي يا حاجه، دوق يا معلم، دوق 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 ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش وموديه لامه بياكلوا قبل ما يروح بيتهم، امه تساله يقول لها مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد ان مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب. دي مناعه، بتدي مناعه للمواطن المصري. وانت مش ساعات بتدي مصر للبني ادم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعه يا اخوانا. الشعب المصري عنده مناعه دلوقتي. امال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعه من عندنا. انتوا بتقولوا ايه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جايه منين؟ مش جايه من الشعب المصري ورايحه للشعب المصري. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه في لجنه ودوه القسم. بعد 2 3 قلت اروح اخرج الولد. رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا كلام فاضي.
نيجي بقى للاعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي. يا اخوانا في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل ب4 ايام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور. دي اشاعات مغرضه. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخه شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنيه عشان ما حدش يتكلم. فرخه هي بس مجهده شويه، انما الفرخه قدام حضراتكم اهي زي الفل. لا يكون في عونك يا معالي الوزير والله. هو كل قطر هيولع يقعدوا يعملوا لك دوشه؟ ما تخصخصوها وتريحوا نفسيكم. انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوي دي كلها. سكك حديد مرجان. انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكه الحديد، وتسيبونا بقى احنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا يا فندم. ميرسي على السلامه. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم؟ يا خبر ابيض والله ابن حلال. بالمناسبه دي انا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب ايه؟ ده ديوان شعري من تاليفي اسمه ابيع نفسي. ابيع نفسي. العنوان حلو، عنوان صادم. هقراه واقول لك رايي. عن اذنك. مع السلامه يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر. فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي له تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي له رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط، ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادره اوصف لك قد ايه كنت فخوره وانت بتاخد الجايزه. بس برضه يا بابا حضرتك غلطان. ازاي كل الناس يباركوا لنا واحنا ما نعرفش بيباركوا لنا على ايه؟ وانتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو انت ما سبتلناش ولا نسخه، وبعدين يعني انا عايزه نسخه تكون ليا وعليها اهداء. وانا عاوز 20 نسخه اديهم لاصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخة، كل النسخ نفذت. أكبر نسبة مبيعات في تاريخ الأدب العربي. طب ما فيش طبعة تانية؟ ما احنا عملنا الطبعة التانية قبل الأولانية والاتنين نفذوا برضه الحمد لله. انا بس يعني عايزه اعرف حاجه، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا علاء يا بنتي، ساعات كده أروح قهوة صغيرة مع المهمشين والبسطاء وأقعد أشعر مع روحي. العجاتي. أنت تعرفها؟ بروح هناك كتير أحضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده؟ ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوة. طب عايزه اقول لك ان احنا محضرين لك مفاجاه. إيه هي؟ دكتور جيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعه ندوه بمناسبه حصولك على الجائزه. ندوة؟ هو الكتاب ده كارثة بكل المقاييس اللغوية والشعرية. طب ايه رايك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزه الدوله في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوة اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث. دي مهزلة. ايوه انا عايزاك تقول رايك ده بمنتهى الصراحه. اقول رايي فيها يا دكتوره. الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوه ادبيه. وبعدين مين مرجان ده؟ انا اول مره في حياتي اسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان احمد مرجان. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ مرجان احمد مرجان صاحب ديوان ابيع نفسي، والذي حصل على جائزه المجلس الاعلى للشعر والادب. ومعنا ايضا لمناقشه الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم، أستاذ الشعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن
وعضو مجمع اللغة العربية، والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. ايه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على ما أسم، حلاوة الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. ايوه بس ما يصحش، دي ساعة الصبحية، ما حدش يقول للرزق لأ. دكتور عبد اللطيف، اتفضل حضرتك قول لنا ايه تقييمك للديوان؟ لقد استطاع الشاعر مرجان أحمد مرجان أن يكسر كل تقاليد الشعر، أن يقفز على كل الحواجز، وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيداً بعيداً، بل ولقد استطاع أن يحلق في آفاق أخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ أن يقول دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابعك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. انت جننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس العيال تفتكر ان انا بقرصك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالوا لي. انا غلطانه انا دخلتك مكان زي ده. خلاص وش فقر. وإني لأترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آذاننا. دكتور عبد اللطيف، ده رأيك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمة حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب. الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكوا الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان. ما هو كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان. تعرف الساعة اللي معاك دي بكام؟ 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 الولاد فين يا توفيق؟ اطلعوا لهم العشاء جاهز. الأستاذة ودي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشيوا. لموا هدومهم ومشيوا؟ أيوة يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرتضى. من هنا اتفضل. وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرجان، اتفضل. استاذ مرجان، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري؟ ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. انا مش حارمهم من حاجه، ومعيشهم احسن عيشه. ولادك حسوا ان هم اتهانوا قدام زمايلهم. الحكايه مش حكايه فلوس وبس يا استاذ مرجان. امال الحكايه ايه؟ الثقافه، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب انا كده بقى، واذا كان عاجبهم، هو انا اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا استاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا وفهموا حاجات كتير قوي، وانت زي ما انت واقف محلك سر. الفلسفه دي تقوليها عندك في الجامعه هناك، انا ما اتقاليش الكلام ده.
انت بتكلميني وكأني راجل فاشل. فكر ايه وثقافة ايه؟ بص يا دكتورة، انا مشاريعي مالية البلد وبتشغل ناس وفاتحة بيوت. التخت اللي انتوا قاعدين عليها في الجامعة دي انا اللي موردها للجامعة. كشاكيل اللي انتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان. الماء اللي بتشربوها مية مرجان. الحديد اللي شال الجامعة حديد مرجان. الملابس الداخلية اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخلية؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندر وير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخلية. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخلية. العيال فين؟ خير يا بابا. بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في الديوان ده؟ لا يا سيدي ما كتبتوش. اعملوا لي محكمة بقى. الشعر ده تأليف واحد مجنون، أول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زبالة. وبعدين انا عملت كده عشان ايه؟ مش عشان اعجبكم؟ عشان تفتخروا بيا زي ما انتوا بتقولوا؟ انت عارف يا استاذ مرجان، انت ناقصك شيء مهم جدا. ايه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ انك تتعلم. نعم؟ تتعلم. ايوه يا بابا تتعلم وتاخد شهاده. ما هو مش معقوله تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهاده ايه وميريت ايه؟ النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تساويش تعريفه. لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعه تشحطوا. والحكومه خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش اي لازمه كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسه والبس مرياله وارجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم انك بتقول ده بسخريه وكانها نكته، لكن لو عايز رايي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انتوا على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا. خلاص تتفلقوا ككونيله. خليها بقى هي تصرف عليكم. ككونيله عليكم وعلى اللي بابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي، ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات تعادل الماجستير ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجه من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصيه عامه، ناس كتير هتدور وراك فملوش لازمه وجع الدماغ ده يعني. تاخد سعادتك ليسانس بولندي ده ممكن يقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع يا حسن، انا ولادي دماغتهم جزمه قديمه زيي، كفايه حكايه الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهاده من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين، ويقعدوا يسالوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف ايه؟ انا هاخد الشهاده من هنا ومن نفس الجامعه بتاعتهم. أنا سعيد جدا بهذه الزيارة. أمرني سيادتك، في حاجة بالنسبة للأولاد؟ هم اشتكوا من أي حاجة؟ لا لا لا، المشكله مش مشكله الاولاد، المشكله مشكلتي انا. بس قبل ما نتكلم في اي مشكله، ده شيك مني كده بمبلغ على ما اسهم لتجديد مباني الجامعه. ده شيء كتير، ده كلام زيادة والله. اخبار المعامل ايه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف، المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيك مني لتطوير المعامل. المعامل؟ تعرف يا مرجان بيه؟ ايوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيرة التعليم في البلد دي. تعرف سيادتك أنا بحلم بإيه؟ أنا بحلم إن أنا أزرع حوالين حرم الجامعة أشجار وجناين عشان الأولاد يستنشقوا هوا نضيف. ده شيك بتاع الجناين. يا ما شاء الله، سيادتك عامل حساب الجناين؟ أنا لساني يعجز عن الكلام. أنا أشكرك جدا يا مرجان بيه، أنا نفسي أعمل لسيادتك أي حاجة تؤمر بيها يا مرجان بيه. أنا عايز أدخل الجامعة عندكم هنا وأكمل تعليمي. أنا نفسي أخد الشهادة من هنا من عندكم الجامعة. ده من دواعي سرورنا، ده من دواعي الفخر للجامعة أن تكون تلميذا ملتحقا بها. هو بس في مشكلة صغيرة، الثانوية العامة بتاعتي قديمة شوية، هي من 42 سنة. 42 سنة؟ يستثنى هذا الشرط. أنت بتتكلم في إيه يا مرجان بيه؟ هي في الحقيقة مش ثانوية عامة، هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سيادة الوزير يا فندم، نكلم سيادة الوزير. It's a very trivial matter. دي مسألة بسيطة جدا.
طب دلوقتي انا عارف ان الدراسه ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجان بيه. انا متشكرين قوي يا دكتور. مع حفظ الله يا فندم، مع سلامة الله. ناجح وموفق بإذن الله. الامتحان النهارده ما بيقتصرش على اراء صباح رسمي الخير يا درسناها ولاد. في الكتاب. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن ده بعد اذنك يعني. اتفضل. ده الاستاذ عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعه موصي عليه توصيه جديده. يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شويه زياده. مش محتاجه توصيه يا دكتور، طلبه كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. عن اذنك يا دكتور. ماهي شريف، قول لي يا ماهي. مرجان احمد مرجان. قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. ميرسي يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا يا طنط ماي. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه. ده رئيس اسره نور الحق ومحبكها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين لا اصل اول يوم بقى وبنتعرف على الزملاء يعني. المحاضره مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل له ورقه الاسئله. امتحان ايه؟ واحنا لسه اصطبحنا؟ هو من الدار للنار كده على طول؟ ايوه. اصل يعني لا مؤاخذه انا لسه مستجد وما سخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. اكتب اللي اعرفه. احنا مع بعض يا مهاميو، ها؟ نشغل بعض شويه وانا تحت امرك في اي خدمه يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا. ده هدايا مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقه عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب دي بصلنا. ده امتحان اوبن بوك. اوبن بوك ازاي يعني؟ مسموح نبص في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني مسمح لكم كده انكم انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي لي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهارده زرنا النبي هيثم دبور. منوره باهلها. مرجان احمد مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقه دي برجليه؟ ايه اللي رماك على المر؟ الامر منه. وبعدين انا متاسف جدا يا دكتور. انا الوقت سرقني وانا في المكتبه بعمل ريسيرش انت وبعدين متاخر ربع ساعه على المحاضره يا عدي. انت عارف النهارده في اكزام، الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعه. الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه، لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت؟ بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا ابله يعني عشان ما تقولش، وانا مش قابله. اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي، همدلك الامتحان ربع ساعه. ايه بقى تبدلي الامتحان ربع ساعه؟ لا ده كوسه بقى بصراحه. مش معايا. لا بقى ده كوسه بقى. كوسه انا مش كوسه. هنعمل بقى شويه كل واحد يعمل. ايه ده؟ انت يا ده نص ساعه، ده ربع ساعه. يا مرجان انت بتعمل ايه؟ اتفضل اقعد. بابا انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهارده. برافو. عدي ما تكلمش حد.
بابا انا ابوك وانا حد غريب؟ جريه اشتغل انت في دي بقى ها؟ انا خلصت يا ابله، حاجه زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش قابله، والورق كله بيتلم اخر المحاضره. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده؟ الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان، نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا اسم؟ الجي اللي هي جمجمه، والدي اللي هي الدماغ. الله 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 الله، الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين انهم مأنتمين. منتنين؟ مأنتمين. هما مين دول اللي مأنتمين؟ تامر وعلياء. مأنتمين ازاي؟ مأنتمين، ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، مأنتمين كده عين عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وافتح له الدي. يا ده عمال تقتل مع البيت من الصبح ومحدش مالي عينك. انت فاكر نفسك ايه يا يا بابا حرام عليك، ما ينفعش كده. كنت انت خالص مالكيش دعوه خالص. بابا مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اختك بتتقتل في الفصل وانت قاعد قافص جوابك. بي كول مان، بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. أنكل حرام يا أنكل، توست ده جميل. جميل مالكش دعوه، انت مقدم مع نفسك، انت مالك، امشي من هنا، امشي خالص. انت يا مرجان، انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزاني اشوف بنتي بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايزاني اكبر الجي واروق الدي؟ ما تتكلم يا اخ محمود، عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه يا اخ محمود، انها الفتنه. ما لو كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. مرجان اضرب بيد من حديد. فاضرب بيد من حديد. لا بقى، انت زودتها قوي. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره بقى. قادر؟ بيكول. صباح الجوافه، روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليه النعمه بحسيت. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي، انت امتي؟ هو مدلوق عليها ملوخيه ولا حاجه؟ مالها مسرعه اخضر كده ليه؟ بكره تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق يا هيثم ان انا حبيتك، انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. ايه السيجاره دي يا دبور؟ دي مش سيجاره. امال ايه ده يا دبور؟ دي خابور. تديني خابور يا دبور. كركونيلة مزاج كل زي القشطه. لا 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 يا مورجان، دي تبع عدي. عدي يا ابني؟ ما انت مين؟ ما انت مين برضه؟ ازاي؟ جايز لي خابور يا دبور. دن. بابا ايه؟ ده انت اللي بابا. حضرتك مأنتم واختك مأنتمه وانا داري بحاجه. بابا ده خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا كنتوا تقدموا ولا جايين تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق لي بنت على الترابيزه ولا في مدرج يقول لك مأنتم، بقت انتمه هي. مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول له امن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. تقطع مين يا كوكو؟ ده ابويا. ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكدب من اولها. مرجان احمد مرجان proceeds to the dean's office. يا استاذ مرجان، في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزاني اشوفه بيأنتم مع بنت واسكت؟
يا أنكل حضرتك جرحت مشاعري. والله ايوه، وممكن كمان يرفع عليك قضيه تعويض بسبب الاضرار النفسيه اللي سببتها له قدام زمايله. بس انا بقى اقنعته يجي يقعد معاك وتتكلموا. طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وانا شافه بينتم مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجه عجيبه والله، مش فاهم انا. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده. امال بيحبها حب ايه؟ يا أنكل علياء دي أنتمتي. اعترف الواد اهو، ما انتم مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انتم مع عمك؟ لو كانت مامي مش مأنتمة أنا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا أنكل في النهاية ده قرارها هي. التربية والأخلاق أهم مليون مرة من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك. بس هم ما أجرموش يعني. لا يعيب الطالب أو الطالبة إنهم في قليل من الأحيان يأنتموا مع بعض. برضه؟ ماشي، حقكوا عليا، أنا غلطان. دماغك يا ابن أبوسة. دي مش جامعة، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العيال مصاحبين يا اخ محمود. مصاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكم. الخمور. اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مرجان احب اقدم لكم الاخ مرجان احمد مرجان، عضو جديد معانا في اسره نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي الاخت باكينام، زميله معانا في الكليه وعضوه هنا في الاسره. وعرفت ازاي انها الاخت باكينام؟ الاخت باكينام بتدي دروس دينيه لهدايه الطالبات في الجامعه. اللهم ارضى عليكي، اللهم ارضى عليك يا اختي باكينام. انما اخ محمود ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا الانشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق، وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي؟ البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتاه من الوقوع في المعصيه. الله، يتجوزوا ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان ان زواج المسلم والمسلمه ليس في حاجه الى حفلات صاخبه. يعني يتجوزوا في السر؟ ان الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحه في العالم. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مأنتمين، ودي تفرق ايه؟ السلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتوره؟ ايه ده؟ انت ازاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ اقتحم؟ ده انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا انتوا على البيت، على اخر الزمن مش هعرف اربيكوا، يلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم؟ هو انا اعرف الم ولادي بعد كده؟ انا خلاص سبت شغلي كله وعدتكم في الجامعه، اما اشوف اخرتها ايه. يلا انتوا على البيت، يلا. خلاص اليوم اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات، واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا عشان تنتموا؟ وتسيبوا البيت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ أنا هنا عشان الفالنتاينز دي يا أنكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا أنكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ أنا جايب الدبدوب ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. اطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. اطلع لها انا. انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا أنكل. اي
عارف لو صوتك بيتكلم عليها تاني هقطعك. الو يا مورجان، ما تيجي تفروط الشي وتليط الديك. في ماسورة نسوان ضربت في المكان. طب انا شويه كده وجاي لكم. بابا. نعم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شويه. انا مش فاضي، انا خارج. خارج راح فين يا بابا دلوقتي؟ راح اذاكر مع واحد صاحبي. هاي هيثم. هاي بيبي. عمر ما جاش؟ عمر مات. بس ممكن تقعدي معانا لحد ما يصحى. اقعدي. هاي. ابوك بيشتغل ايه يا دبور؟ حرامي. حرامي. سرق ايه؟ 700 مليون جنيه. هو فين دلوقتي؟ في المزرعة. عندكم مزرعه؟ سجن المزرعة واخد 15 سنة. امال انت بتصرف منين؟ فلوس ابويا. انت مش بتقول جوه السجن؟ هو في السجن فلوسه بره. امال انت بابا بيشتغل ايه؟ ده الشيك انكل بابا هيثم. معاه في المزرعه. وانت ابوك بيشتغل ايه؟ انت كده فله. ابوك بيشتغل ايه؟ فله. بابا كنت فين من امبارح؟ قلقتنا عليك. وبعدين ايه الموكب ده كله؟ طب بابا عندنا محاضره، ممكن مفتاح عربيه؟ هل الإنسان كائن أخلاقي؟ هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع الخير؟ أم إنه يكتسب ذلك من تأثره بالبيئة المحيطة به؟ يقول ويل جورانت في كتابه قصة الحضارة أن الأخلاقيات هي المهد الذي نشأت عليه كل الحضارات
ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ بوسي الواوا. اتفضل اطلع بره بره. بس كنت هايل. بره. اجرام. مساء الخير. ده حسن. قلقتني يا استاذنا، الساعة 5 الصبح. خير ساعتك في ايه؟ مش عارف اذاكر يا حسن. عندي امتحان يوم الاحد شفوي. مش فاهم ولا كلمة من اللي قدامي، كله بالانجليزي. وخايف اسقط يبقى شكلي وحش قدام العيال. ان شاء الله ربنا ينور طريقك يا باشا. هو ساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف. حتى اسم المادة مش عارف اقراه. هو اسم المادة كده كلمة مقلبظة وفيها حروف كتير، واللي هي تخلص من تيشنز دي. والعيال ولادي ولاد الكلب نازلين ضحي بره طول الليل بيضحوا. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان. الدكتور اسماعيل رئيس القسم يا باشا. اهلا اهلا يا دكتور، اهلا اهلا. دي فرصة سعيدة، أهلا بيك يا فندم. نايس تو ميت يو مورجان بيه. ضروري طبعا، أهلا وسهلا. أنا ما بحبش قعدة المكاتب أصلي، تعال نقعد هنا على جنب عشان نعرف نتكلم مع بعض. اتفضل حضرتك هنا، اتفضل. أهلا بيك يا دكتور، أهلا وسهلا. أهلا أهلا بأستاذنا الكبير، أهلا وسهلا. قف المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. تسمح لي بإيدك؟ تسمح لي أقبل يداك؟ أنا دائما أحب أن أقبل أيدي العلماء، لأن العلماء هم الأساس بتوع كل حاجة. حضرتك بتاخد كام في الشهر؟ 20 سنة في التعليم الجامعي ويا دوبك $800. $800 بعد 20 سنة في التعليم الجامعي. الله سعيد. عندك أولاد؟ 4. و$800 تشرب شاي بالياسمين؟ أشرب. Briefly discuss the major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Define xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? Yes, but sometimes no. What's your name? Oh, yes, مرجان أحمد مرجان. Excellent! Bravo! Dismissed! دكتور اسماعيل، انا متاكده ان النتيجه فيها غلط. مرجان ده لا يمكن يجيب امتياز، لا يمكن. انت بتشككي في ايه يا دكتوره جيهان؟ عمليه التصحيح بتتم عندنا بمنتهى الدقه والشفافيه. الراجل ذاكر واجتهد، وانا امتحنته بنفسي، ومش انا لوحدي بس، في استاذين غيري امتحنوه وادوا له نفس التقدير. انا بقترح يا فندم نعيد التصحيح. يا دكتوره جيهان، النتيجه طلعت واعتمدت خلاص، وارجو ان الخلاف السياسي اللي بينك وبين الاستاذ مرجان ايام الانتخابات ما ياثرش على موقفك منه كطالب عندك في الكليه. جابكوا نيله في خيبتكم، مش مكسوفين من نفسيكم؟ الهانم جايبه لي مقبول بالعافيه وحضرتك صاعد في ماده، وابوك اللي كنت مستعارين منه طلع بامتياز، طلع الاول على الدفعه كلها. فعلا يا بابا انا ما كنتش مركز الفتره اللي فاتت دي، عشان كده ما عرفتش اجاوب. واشمعنى انا؟ ما لما الخوم في 60 حاجه، خايبين وساقطين قولوا لي، اجيب لكم مدرس خصوصي اشرح لكم انا. طب والله يا بابا دي فكره هايله، احنا فعلا محتاجين ان انت تشرح لنا. اشرح لكم ده ايه؟ وانا فاضلكم؟ كل واحد يعتمد على نفسه. وبعدين انا لازم انام بدري عشان بكره عندي ماتش في الجامعه. ماتش؟ ايوه ماتش. انتوا ناسيين الرياضه بتدي 10% اعمال سنه، وانا ما اسيبش فتفوته تعدي مني ولا درجه واحده قد كده. ابقوا تعالوا اتفرجوا. انا عمري ما شفت ابوك بيلعب كوره. اديكي شفت، ابوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم يا حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لامان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل، حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد.
هناك نجم جديد رائع قادم، مرجان أحمد مرجان الملقب بمورجان أو يقال ميمو الكرة المصرية الجديد. هنشوف نزل الفريقين بالفعل إلى بسم أرض الله الملعب. الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا، آمين. اللهم قوي من عزيمتنا، آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي وهجمة مرتدة، آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات، آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة، آمين. اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا، آمين. اللهم يا ابني الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها. يلا. بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه، هوبا الله 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 في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0. هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله، استلام من هاشم، ماشي وش رجله الخارجي الحلوة، وادي علي هيجيب جون، هوبا ضعيفة ضعيفة. ايه ده؟ ايه يا جون ده؟ فاتح على البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار ابيض؟ 2-0. كابتن العهد ماشي معدي، اخد واحد والتاني دخل على المنطقة يجيب جون، هوبا ضعيفة. امسك يا هريدي، اخيرا هريدي، هوبا يا هريدي، روعة يا ابني، روعة روعة روعة. رايح فين؟ رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني، 3-0 لصالح العهد. ماشي يا امير من ناحيه اليمين، احتكاك مورجان بالقلم، يا نهار ابيض، ضربني وبكى، سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر، امير بره، يا نهار ابيض. ضربه جزاء صحيحه لمورجان، تركيز عالي قوي داخل مورجان، هوبا الله 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 جوه الجون. الله عليك يا حبيب والديك، روعه يا ابني روعه، ارقص غني، الله اكبر الله اكبر. 3-1. ضربة ركنية، العرضية العالية بإيده مورجان، يا نهار أبيض، هدف مارادوني لمورجان أحمد مورجان، براسه ماشي، برجله ماشي، بإيده ماشي، سجدة للمولى سبحانه وتعالى. 3-2. الشوط الثاني، جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وهتتقدم على جامعة المستقبل، ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة قوي المحمود على وش رجله، طويلة وعالية جميلة جدا جدا جدا، على صدره ميمو، ميمو جون، مفيش راية، مفيش صفارة، ترقيصة هي دي، هوبا في العارضة يا راجل. ينفع كده يا حسن؟ ما انا يا باشا ما اقدرش ارش العارضة. محمود ماشي من ناحية اليمين، هيقلب العرضية، يا جسمك يا مورجان، يا يمينك يا تامر، هوبا الله الله الله. 3-3. بوكس يمين، ايه ده؟ بوكس شمال، يا نهار ابيض، وقع تامر على الارض، هي دي التحية في بطنه، يا نهار ابيض يا مورجان، ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى، ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه، امين. اللهم اجعل مثواه الجنة، امين. عندنا دقيقتين وقت بدل ضايع، ماشي من ناحيه شمال هيثم دبور، 3-3. هيلعب عرضيه، هي دي، هوبا الله الله يا مورجان، بكعبك يا مورجان، يا حركاتك يا مورجان، خلصت الماتش يا ابني، خلصت الماتش يا مورجان. 4-3. جيت الدنيا ازاي؟ انت اكيد من عالم تاني، روعه يا مورجان روعه. مورجان احمد مورجان العظيم الفنان. وايه شعورك يا كابتن مورجان ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله احنا ربنا وفقنا، وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه، واحنا عملنا اللي علينا، واحنا بنقول هارد لك للفرقه الثانيه، والحقيقه احنا بنشكر الجماهير دي اللي فضلت معانا لغايه الاخر، واحنا بنشكر كمان هيئه الحكام، يعني الساده الحكام للقرارات الحاسمه الحقيقه اللي خدوها، وانا احب اهدي هذا الفوز للسيد الرئيس راعي الرياضه في مصر. مورجان مورجان يا جماعه، دي اول مره الجامعه بتاعتنا تاخد بطوله، دي احنا كنا مضروبين بالجزمه في كل النشاطات. انا النهارده مش عامل دماغ، انما حاسس اني عامل دماغ رباني. دي مريهان اللي منتمه مع عمر. بس انا فضت لعمر ودلوقتي منتمه مع وائل. البنت دي ما بتهملش ابدا. الله، مش دي نورهان اللي منتمه مع عدي؟ ما هي نفضت له ودلوقتي منتمه مع محمود رئيس اسره نور الحق. هي من فوق منتمه مع محمود، من تحت بقى منتمه مع عمرو دياب. بل لو لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس لما اجاز لك ان تؤثري هذا الوقت الذميم على ذاك السيد العظيم. هايل، كويس قوي يا نادر، كله ماشي مظبوط. المهم من اول دخولك لحد ما ترجع تحت رجليها، ده الجزء المهم قوي. ليه؟ قوي قوي. اتفضل يا استاذ مرجان.
اهلا استاذ مرجان. استاذ محمد ابو داوود المخرج الكبير. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل حضرتك. من عينيا يا دكتور. يلا بالتوفيق. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ايه عايز تمثل؟ يا ريت والله يا استاذ. طيب احنا بنعمل هاملت. ده حبيبي يا فندم. ده حبيبنا يعني. اه انت هتقول الجمله دي: لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. لا قولها تاني بقى من فضلك. لقد وقعنا في الفخ. استاذ مرجان. ايوه شوف، عشان تمثل لازم الاول تستحضر مكنون الشخصيه. هو الشخصيه مجنون؟ لا، مكنون الشخصيه يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي اي شخصيه بيبقى لها ابعاد. ايوه. علشان اعمل الابعاد دي عشان اوصل للباعث فالاحساس يطلع مظبوط، فده مكنون الشخصيه. كل ده في الجمله دي؟ بس انت تقولها كويس. طيب جاهز؟ جاهز. طيب اتفضل حضرتك على المسرح. هتقف في الكالوس هنا. فين؟ الفتحه اللي هناك دي الكالوس ده. ايوه. هتقف لحد مدير خشب مسرح هيقول لك اتفضل، هتخش تقول لقد وقعنا في فخ. اتفضل. يلا يا اساتذه كله في مكانه. لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم فلو لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. هدي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ، دي دخلتك. ذاك السيد العظيم. طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد وقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشحم. لقد تلسوعنا في الفحم. لقد وقعنا في الفخ. رجعنا في الحج في الماء. قد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفحم. ايه؟ ايوه حسن. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك، قول له انت. هو بيقول لك. جائزة أحسن ممثل في الجامعة للطالب مرجان أحمد مرجان. أنا أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الفنون في مصر. حرام! 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 سيبوا دمكم! اللي يعمل الحضارات! اللي يعمل الحضارات! اللي يعمل الحضارات! إن مرجان أحمد مرجان رمز من رموز الفساد التي يجب أن نقتصها من جذورها. لقد صارت الجامعة مكانا لعرض مسرحيات الكاتب الغربي الإنجليزي الفاسق الفاجر ويليام شكسبير. إخواني، إنها حرب الأفكار وهجمة الغرب على عقولكم. الله أكبر! استاذ محمود مستني سعادتك من الصبح. اهلا اهلا بزميلي الدراسه العزيز. ازيك يا محمود؟ اتفضل استريح هنا، اصل ما بحبش قعده المكتب. اتفضل يا استاذ محمود. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا محمود. اهلا بيك يا حبيبي. تشرب شاي بالياسمين؟ انا صايم يا اخ مرجان. نسيت، ده احنا في رمضان صحيح. رمضان ايه يا اخ مرجان؟ رمضان ولا انا الحمد لله بصوم اثنين وخميس طول السنه. اللهم قوي ايمانك. انا بحب الشباب المؤمن. انا عايز اشتكي لك. مصاريف الجامعه بقت كتير قوي. والله الواحد بيدفع فلوس كتير قوي في الجامعه دي. انت عامل ايه في حكايه المصاريف دي؟ انا الحمد لله داخل الجامعه بمنحه تفوق. منحه تفوق. انت ساكن فين يا محمود؟ في البصراوي. فين؟ البصراوي. بصراوي دي فين دي؟ ورا مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي. والحتتين دول فين يعني؟ في امبابه. في امبابه عند مصنع الكراسي في البصراوي. اهلا يا حوده. إخواني، لا يجب أن تحركنا الأحقاد
على الناجحين والمتفوقين. لقد هاجمنا هنا من نفس هذا المكان الزميل والأخ الفاضل ذو الوجه البشوش مرجان أحمد مرجان، ووصمناه بأسوأ الصفات، ولكن ما أن وضحت لنا الحقيقة حتى رجعنا عما كنا فيه وندمنا على ما فعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. الجامعة بعيد هناك، ال 300 فدان اللي حواليها دي أرض فاضية تبع الجامعة برضه. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط يا مرجان بيه. احنا هنقسم الأرض دي. هنا هيبقى في مساكن للطلبة المغتربين، ودي فيلل للإخوة العرب اللي هيجوا يتعلموا هنا عندنا في الجامعة، نظام فندقي 5 نجوم. دي منطقة مطاعم كلها توكيلات أجنبية، مطاعم سوبر لوكس ممتازة. طبعا احنا مش هننسى أعضاء هيئة التدريس، ده أنا عامل لهم شقق دوبلكس حكاية. العيال بقى بدل ما يصرفوا فلوس أهاليهم على الديسكوهات، أنا عامل لهم هنا ديسكو. ديسكو في الجامعة يا مرجان بيه؟ بدم تحت عينينا وإشرافنا، إيه المانع؟ وإيه ده؟ ده حاجة لله، ده جامع ومعهد ديني، هيبقى جنبيه كم محل كده لبيع ملابس المحجبات. أنا عامل هنا بقى شارع للعيال جوه الجامعة برضه عشان يعملوا فيه مظاهرات، بدل ما يخرجوا بره ويتخانقوا مع الأمن ويعملوا لنا زيطة ودوشة، يعملوا مظاهرات في الشارع، نجيب لهم شوية زلط على شوية طوب على كام كاوتش محروق على حاجات من دي، واخد بالك، ونجيب لهم كام موظف نلبسهم أمن مركزي، ونبقى كلنا مع بعضينا يعني. بس ايه دور الجامعة في مشروع كبير زي ده يا مرجان بيه؟ المشروع ده هيكلف 400 مليون جنيه. انتوا هتدفعوا 200 وانا هدفع 200. ايوه بس الجامعة هتدفع 200 مليون جنيه منين؟ ده الميزانية ما فيهاش ولا مليم. ما انتوا هتاخدوا قرض. قرض من البنك؟ لا بنك ليه؟ انا هدفع لكم القرض وتبقوا تسددوه على 10 سنين من الارباح. مرجان بيه الموضوع ده كبير، محتاج لتفكير. ولا تفكير ولا حاجة. المشروع ده هيغطي تكاليفه بعد سنة واحدة، وسيادتك هتبقى رئيس مجلس إدارة الشركة اللي هتتعمل، يعني كل حاجة هتبقى تحت عينيك. أنا هبقى العضو المنتدب، يا دوب أمضي على الشيكات بس. نقول مبروك. احنا كلنا لازم نقف ونتصدى للمشروع ده، مش هنقبل بأي حال من الأحوال إن الجامعة تتورط في صفقة مريبة وحقيرة زي دي. كلنا معاك يا دكتورة. لو الصفقة دي تمت كلنا هنسيب الجامعة، لا للسمسارة لا للعمولات لا للفساد. لا مرجان لا. 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 لا مرجان لا لا. مرجان 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 أحمد مرجان. هتعيشوا حياتكم بالمجان. مرجان أحمد مرجان. ولا شاب في مزرعة الملقان. وادي دقن النمسك وحد جعان. مجتمع منحل كافر يا مرجان انضم ظافر معنا بعون الله. لا مرجان قدمنا برجول يا ريت يا مان، ابننا كذا مرة وما بنعيش جواه. اللي زينا الله يعينه رغم فلوسه مكسورة عينه، جاهل يا ولدان. مرجان أحمد مرجان. هتعيشوا حياتكم بالمجان. مرجان أحمد مرجان. ولا شاب في مزرعة الملقان. وادي دقن النمسك وحد جعان. يا مرجان لو نطول نبوسك، ده احنا شباب ومحتاج فلوسك، ولا نهد اوروبا. لا مرجان علشان رياضي هيعمل فرقه باسمه نادي، ويجيب زيدان ودروجبا. بالهنا والشفا اتفضلوا اشربوا واحلموا كلكوا، لكن ترقبوا تاخدوا اكبر بومبا. مرجان أحمد مرجان. هتعيشوا حياتكم بالمجان.
ايه اللي غيرك يا محمود؟ قول لي ايه اللي غيرك؟ الرجوع للحق فضيلة يا دكتور. بعت نفسك. هو ده الايمان اللي انت بتدعو ليه؟ ما كانش عاجبك لبسي مش كده؟ والعربيه اللي انت راكبها دي جبتها منين؟ الأخ مرجان أحمد مرجان راجل محترم. ولو سمحت يا دكتورة بلاش التلميحات دي. دي مش تلميحات، انت قبضت رشوه. اشتراك زي ما اشترى كل حاجه في البلد. من فضلك يا دكتورة أنا مش مرتشي، ولو سمحت تتكلمي معايا كويس. يا خساره، كنت فاكراك عندك مبدأ لكن طلعت ولا حاجه. تجاه تلوميني انا؟ ما تروحوا تلوموا نفسكم. ما تحترم نفسك. ايه يا محمود؟ عيب كده يا جدع، انت في الحرم الجامعي. يلا امشي من قدام السعاد، امشي 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 يلا عوده. الجيل الجديد ده مفيش حاجه عاجباه ابدا ابدا. نعم يا استاذ مرجان، خير؟ هديه بسيطه كده، حاجه على موسم. بمناسبه ايه؟ اول عاشوره، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. وجايب لي ايه بقى بمناسبه عاشوره؟ ده طقم الماس عشان الرقبه الحلوه دي بدل الفلس اللي انت لابساه. اسمع يا مرجان، انت عارف مصر تعدادها كام؟ 72 مليون نسمه. انا اخر واحده ممكن تاخد رشوه منك. ما هو ما فضلش غيرك يا دكتوره، مصر كلها قبضت. اتفضل اطلع بره بره. مرجان، بقول لك ايه، ما تيجي نتجوز بدل ما تحدفيني واحدفك وشغل الصيع ده. قلت لك ان مصر فيها 72 مليون نسمه. انا اخر واحده ممكن ترتبط بانسان زيك. جيجي حبيبتي، انت فين؟ انا بقالي ربع ساعه مستنيكي. الدكتور ابراهيم خطيبي، دكتوراه في اداره الاعمال من كاليفورنيا. مرجان طالب عندي بس لسه في سنه اولى. برافو، هايل حقيقي هايل. ربنا يوفق. ان شاء الله هيوفق باذن الله. جيجي حبيبتي يلا بقى. شوف يا هيما يا اخويا، انا راجل بتاع شغل، ما بحبش اللف والدوران. مرجان احمد مرجان معروف في السوق كله، انا اخلص اي صفقه في كلمتين ثلاثه. ده الحقيقه معروف عن سعادتك طول عمرك يا مرجان باشا. الله يخليك، انت راجل ذوق. انا عايز جيهان، طلباتك ايه؟ انت ازاي تجرؤ تتكلم معايا في موضوع زي ده؟ اهدى بس، اقعد الكلام اخده وعطا. اقعد يا استاذ ابراهيم اقعد. هو انا عايز جيهان في حاجه كده ولا كده لا سمح الله؟ انت مخك راح لفين يا راجل؟ انا عايزها معايا. سوري يا مرجان باشا، انا فهمت غلط. اكيد حضرتك تقصد انك عايزها معاك في الشركه. لا، انا مش عايزها معايا في الشركه، انا عايزها معايا في البيت. انت ازاي تجرؤ تكلمني في حاجه زي كده اساسا؟ يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم الكلام اخده وعطا يا حبيبي. اقعد ما تبقاش عصبي، اقعد يا حبيبي اقعد بس. انت عليك حاجات، تعال نحسبها مع بعض. في الهند انا عندي مصنع ازاز هناك، محتاج لواحد يكون محل الثقه زي حضرتك يمسك لي الشغل هناك. الاسلوب ده بقى انا فاهمه كويس قوي. اسف، لا اقبل. لا انت هتقبل. ما هو برضه لما يكون مرتبك 20,000 دولار في الشهر وتقعد لك 10-15 سنه هناك، تعمل لك خميره حلوه وتيجي هنا تعيش ملك. وحشه دي يا ابراهيم؟ يا ابراهيم عايز حاجه يا مرجان؟ ابراهيم بيسلم عليكي. ابراهيم مين؟ ابراهيم خطيبك ده، طلع راجل لطيف بشكل. انتوا بتشوفوا بعض؟ لا انا اصلي بعته الهند عشان يمسك لي شغل هناك. ابراهيم سافر؟ سافر يكون نفسه. ما قاليش يعني؟ لا، ما هو اصلي وصاني كمان ان انا اخد بالي منك و سايب لك الدبله دي. اشتريته؟ ما تقوليش ليه هو اللي باعك. اسمع بقى يا مرجان، انت مهما عملت انا بقى مش هتقدر تشتريني.
حضرتك الدكتوره جيهان مراد؟ ايوه. الورد ده عشان حضرتك. انا ورد. كل الورد ده كله. مين اللي بعته؟ اتفضلي حضرتك. شكرا. اتفضلي يا فندم. ايه ده؟ ميه يا فندم، في حاجه؟ هات لي ميه من الحنفيه. تحت امرك. اتفضلي يا فندم. ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب، وعندي رسائل كتير. رسالة جات لي أكتر من مرة. مرجان بيحب جيهان. خلونا نسمع تملي معاك لعمرو دياب ونرجع لكم تاني. انت عايز مني ايه يا مرجان؟ عايزك. انت قلت لي الكلام ده قبل كده وقلت لك لا. انا فيا ايه مش عاجبك؟ ايه العيب اللي فيا؟ عيبك انك انسان فاشل وفاسد، واللي يرشي الدنيا كلها لا يمكن احترمه. انا ما برشيش حد، انا حاسس بالناس. انتوا هنا مش حاسين باي حاجه. الراجل الموظف الغلبان اللي بياخده 300 400 جنيه في الشهر هيعيش ازاي؟ اكل، شرب، مصاريف علاج، مصاريف مدارس، وبلاوي زرقاء تانية كتير. هيعيش منين؟ ما هو يا اما يسرق، يا اما يشحت، يا اما ينتحر، والحكومه عارفه ده كويس. اوعي تقولي لي ان الحكومه بتديله المرتب ده ومش عارفه هو عايش منين. انا منحاز لاصحاب الدخول المحدوده يا دكتوره. انت طبعا هنا تقبضي بالدولار وجايز يكون عندك دخل ثابت، بس انا بفهمك الدنيا ماشيه ازاي وبعلمك الحياه. مش كل حاجه هتقدر تشتريها يا مرجان. لا 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 لا، انا اقدر اشتري اي حاجه. انا موهوب في الحكايه دي. انت مش جبت امتياز في ال3 مواد؟ الحمد لله الحمد لله، دم جهدنا وربنا وفقنا ومن جد وجد. وريني بقى هتعمل ايه في امتحان الماده بتاعت الاسبوع الجاي. عملت ايه؟ سعادتك ما عرفتش اجيب اسئله الامتحان. يعني ايه ما عرفتش تجيب اسئله امتحان؟ امتحان ترموا في الجامعه بتاعتنا مش عارفين نجيبه؟ ده احنا بنجيب امتحان الثانوي العام حبايبنا كل سنه. سعادتك دكتوره جيهان حطاه على CD وفي شنطتها ومحدش عارف يشوفه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هو في حل سعادتك، بس انا مكسوف اقوله يعني. ايه هو؟ ان سعادتك تذاكر وامرنا لله. اذاكر؟ انت عبيط يا حسن يا هنداوي؟ اذاكر ده ايه؟ هو انا في دماغي الحاجات دي؟ يبقى مفيش سعادتك بقى غير حل واحد. حل ايه؟ ايه ده؟ دي ملخصات عصارة مجهود طالب شاطر قوي من انجب الطلاب في الجامعه. اوعى كنت برشامه حسن. استغفر الله. ما بتكتبش ليه؟ لا اصل انا احب افكر الاول وبعدين اكتب. يعني هما 5 دقايق وهتلاقي الورقه دي ان شاء الله مليانه على الاخر باذن الله. ان شاء الله. شد حيلك. ربنا كريم، كله على الله. في ايه؟ برشام؟ لا ده حجاب
كانت امي الله يرحمها عاملهولي لما كان عندي الحصبه. فين امن الكليه؟ الاستاذ مرجان بيغش مع برشام. استاذ مرجان غشاش. انتوا هتتفرجوا عليه؟ خدوه على مكتب العميد. اتفضل، انت بتحاول التحقيق، قوم. بيوتيفول. يلا كل واحد يبص في ورقته. اتفضل. نعم، جايين تشمتوا فيا، جايين تدوني درس في الاخلاق. خالص يا بابا، احنا مش جايين نشمت فيك. بالعكس احنا جايين عشان نساعدك. انا مش عاجز، مش محتاج مساعده من حد. انا لو عايز انجح انجح بصباع رجلي، انا اللي مش في دماغي. لا لازم تنجح يا بابا، مش عشانك انت بس، عشاننا احنا كمان. وبعدين يا بابا احنا مش هنسيبك، احنا هنذاكر لك وهنراجع لك. اسمع عاد انت وهي، انا لا هذاكر ولا هدخل امتحانات، وانا الحق عليا اللي سمعت كلامكم الاول. اتنقلوا انتوا افلحوا بس. يا بابا احنا مش عاوزين منك اي حاجه، احنا كل اللي عايزينه ان ابونا يبقى راجل محترم. يعني يا بابا احنا ما يهمناش انك تكون ملياردير او اهم رجل اعمال في الدنيا كلها، قد ما يهمنا انك تكون راضي عن اللي انت بتعمله. انا راضي عن نفسي كويس ومقتنع جدا باللي انا بعمله. يعني يرضيك يتقال علينا ان ابونا راجل غشاش؟ اخرس يا ده انت. لا يا بابا مش هيخرس، وبصراحه بقى بالمنظر ده احنا ما يشرفناش انك تبقى ابونا. عندها صدمة عصبية وحالتها مش مطمئنة. الدكتور بيقول انها فقدت النطق. يعني ايه يا دكتور؟ بابا عليا لو جرالها اي حاجه هيبقى انت السبب. انا هنقلها من هنا، هوديها اكبر مستشفى في اوروبا. تفتكر هو ده الحل يا استاذ مرجان؟ البنت لازم تخف باي ثمن. هترشي مين بقى المرة دي عشان بنتك تخف؟ بنتك بين ايدين ربنا، هتقدر ترشي ربنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة يا حسن، اطعم لي 650 مسكين يا حسن، ووزع بطاطين، وطلع لي 20 واحد السنة دي للحج. لا بلاش بالعبارة لا يغرقوا يا حسن، خليها بري يا حسن. ماشي. أنا آسف عليها، أنا آسف يا بنتي. أنا عمري في حياتي ما مديت إيدي عليكي. أنا ما حبيتش حد في الدنيا غيرك أنت وأخوكي. ماليش في الدنيا غير كنتوا الاتنين، الشغل وأنتوا. فلوس الدنيا كلها ما تسويش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي، إن أنا أكلمك وانت ما ترديش عليا. يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما تتمد عليكي، بس انت كمان جرحتيني عليها. انا ما شرفكيش ان انا اكون ابوكي، بس انا مسامحك وهشرفك. لسه في ضوء نوفمبر ان شاء الله هذاكر وهنجح وهشرفك. بس انت قومي فوقي عشان تساعديني وتذاكري لي. انا عايزك تكبري الجي وتروقي الدي.
عشان خاطري يا بابا اقرا ورقه الاسئله كويس واقرا الفاتحه قبل ما تجاوب. وبعدين خلي بالك ما تسرعش، ساعات الاسئله بتيجي لفه شويه. هات ده بقى بابا. هات يا بابا. هات يا بابا بقى. ها بابا عملت ايه؟ الحمد لله زي الفل، ابوك شرفكم. وريني كده ورقه الاسئله دي. عملت ايه في السؤال الاولاني؟ ما عملتوش. ليه يا بابا ما عملتوش؟ ده السؤال الاجباري. يا نهار اسود، هو كان اجباري؟ طب والسؤال التاني؟ لا ده كان اختياري، ما عملتوش. ايه في حاجه؟ مبروك يا بابا، مبروك يا بابا، مبروك. جبت مقبول. جبت ايه؟ مقبول. مقبول يعني ناجح ولا ساقط؟ ناجح يا بابا، ناجح. انا نجحت، انا نجحت. شهادة. Student مرجان أحمد مرجان. May I say a few words, please? Of course you may. Thank you. Please do. Thank you very much indeed. أنا ذاكرت ونجحت. أنا قبل ما أخش الجامعة كنت بأملك فلوس كتير جدا، ودلوقتي بعد ما اتخرجت أنا حاسس إن أنا بملك الدنيا كلها وما عليها، بالعلم وبالثقافة، والفضل كل الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى للدكتورة جيهان مراد. ايه ده؟ تاني؟ لا 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 لا، دي الشبكة. الشبكة